حلقتنا عن الوسواس القهري. هو عبارة عن فكرة ملحة تيجي على ذهن الإنسان. الوسواس القهري، ال OCD، في مصطلحات بقت دارجة الناس تخلط المفاهيم أو الأمور في بعض ولا لا؟ احنا شغلنا بيبقى ان احنا بنبتدي نعلم الشخص ان هو يحاول يسيطر على افكاره. إيه الفرق بين الوسواس القهري والشخص الأوفر ثينكينج؟ الشخص اللي بيفكر كتير ده قد يكون نمط شخصيته تحليلي. إيه التصرف اللي تشوفه في الشخص فتبدأ تقول له على فكرة أنت عندك OCD؟ الشخص العادي بيدخل يغسل إيده مرة أو مرتين أو 3، لكن ده ممكن يقعد يغسل إيده نص ساعة. هل في علاقة ما بين الوسواس القهري والقلق والاكتئاب؟ بيسلك السلوكيات دي عشان يقلل التوتر والقلق. هل مريض الوسواس القهري بيفكر ودماغه بتروح لحاجات غير منطقية؟ فبالتالي هي طبعا بتتجنب انها تدخل الحمام، عشان تتجنب تدخل الحمام فتتجنب انها تشرب اي سوائل، وتتجنب انها تاكل، فتبدا تفقد وزنها، تبدا يجيلها جفاف وتدخل في مضاعفات اخرى. أهلا بكم في ثالث حلقة من بودكاست كالما توكس، واللي دايما بنتكلم فيه عن كل حاجة تخص صحتكم النفسية مع المتخصصين في ده. طبعا برحب بدكتور أحمد عبد السلام، استشاري الطب النفسي، اللي دايما منورنا وبيفرحنا كده بكلام سهل وبسيط وبيشرح لنا كل حاجة ليها علاقة بحياتنا وصحتنا النفسية. كمان دكتورة شيرين شوقي، برحب بحضرتك، استشاري الإرشاد النفسي، اللي دايماً برضو بيكون ليها يعني شوية كده نظريات وحاجات مختلفة. الحقيقة بنستمتع جداً بالثنائي المتخصص في هذا الأمر. وخليني أقول لكم إنه حلقتنا عن الوسواس القهري. الاسم صعب، الاسم كبير ويخوف. خليني أسأل حضرتك الأول يا دكتور أحمد، يعني إيه وسواس قهري؟ الوسواس القهري ببساطة هو عبارة عن فكرة ملحة تيجي على ذهن الإنسان، ورغم إن الفكرة دي الشخص نفسه بيكون مدرك إن الفكرة ممكن تكون تافهة أو بسيطة، إلا إنها بتكون مسيطرة جدا عليه ومش قادر يتوقف عن التفكير فيها. وده اللي احنا بنسميه obsession. الوسواس القهري بيسموه obsessive compulsive disorder. فالفكرة مسيطرتها ده الأوبسيشن. الكومبالشن اللي هو إيه؟ إن هو الواحد يبدأ يعمل تصرفات علشان يتخلص من هذه الفكرة، فيعمل التصرف ومع هذا ترجع الفكرة له مرة تانية، يعيد التصرف وهكذا، ويدخل في دائرة ملهاش نهاية. ده هو الوسواس القهري. طيب دكتورة شيرين شوقي، حضرتك طبعا احنا كنا اتكلمنا في الحلقة اللي كانت مع حضرتك قبل كده، وقلنا انه الارشاد النفسي او المعالج النفسي، وحتى يمكن برضو اتكلمت في ده مع دكتور احمد، يعني بيبقى مرحلة مختلفة شوية عن ان انا اخد بعضي واروح للدكتور. الارشاد النفسي بيوصف الوسواس القهري ازاي؟ دي هو نفس يعني يعني لا نختلف. يعني تعريف الوسواس القهري ما فيش اي حد بيختلف عليه، سواء المعالج او الطبيب. ولكن شغل المعالج بيكون حاجه، او يعني الارشاد حاجه، والطبيب بيبقى حاجه. احنا شغلنا بيبقى ان احنا بنبتدي نعلم الشخص ان هو يحاول يسيطر على افكاره عن طريق حاجه يعني اسمها العلاج المعرفي السلوكي. ان انا ببتدي اعدل افكاره واكررها له، وبالتالي سلوكه بيتغير بعد شويه. لكن الطبيب بيدي ادويه. احنا شغلنا كله بيبقى عملي، ما فيهوش اي نوع من انواع الدواء. زي ما اتفقنا، او زي ما احنا يمكن اتكلمنا في اكتر من حلقه سابقه، انه الموضوع درجات. يعني يمكن حتى دكتور احمد قال انه طبعا المعالج النفسي او الدكتور شيرين، يعني لو انا مريضه هروح لها وهتشتغل معايا، ولو الوضع هي نفسها شافت انه انا لا محتاجه لدكتور، فهروح لطبيب بيكتب دواء، او يعني هروح لدكتور احمد. بالظبط. يبقى في حالات بسيطه لا تستدعي ان احنا ناخد دواء، وفي حالات متوسطه برضو مع التدريب بتتحسن. لكن الحالات اللي هي تقيله لازم يعني لازم بنشتغل مع بعض. يعني دكتور احمد بيدي دواء وانا يعني بشتغل على السلوكيات والافكار. فالحاجات الجسيم، الوسواس القهري اللي هو تقيل، ما بينفعش خالص من غير دواء.
لكن إحنا يعني عادةً بننصح دايمًا في الوسواس القهري إن إحنا نبدأ بالعلاج السلوكي. نبدأ يتعمل جلسة و2 و3، تعمل كورس كامل من الجلسات، وفي الغالب بيجيب نتايج كويسة جدًا. إذا جاب نتايج كويسة خلاص خير وبركة، ما فيش داعي إن إحنا ناخد أدوية. إذا ما جابش نتايج خالص أو كان ما زال في بعض الأشياء، ممكن ناخد دوا مع الجلسات. الوسواس القهري، يعني الكلمة قد تبدو شارحة نفسها، بس هي برضو أكيد لناس كتير للعامة مش فيها شوية تفاصيل أو حاجات مبهمة. الوسواس إحنا نعرف دايما اللي بيوسوس ده هو الشيطان. فالوسواس القهري جاي منين؟ يعني بيجي للإنسان منين يا دكتور أحمد؟ آه. يعني هي عبارة عن فكرة، والفكرة دي بتنشأ يعني إذا اتكلمنا من ناحية علمية بتنشأ نتيجة اضطراب حاصل زي يمكن ما ذكرنا في حلقة قبل كده، حاصل في النواقل العصبية مم. اللي داخل الدماغ، فبتنشأ عنها الفكرة دي. ولذلك برضو بيكون العلاج بتاعها بيتصلح لما بياخد المريض أدوية أو بعد التمارين في العلاج السلوكي بتتصلح الكيماويات دي وبيرجع الشخص طبيعي. برضو أخد من كلام حضرتك فكرة النظافة والزيادة إنه مهتم قوي بترتيب الأوراق ومهتم قوي بترتيب. حضرتك قلت إنه مش كل الناس اللي بتعمل ده مصابة بالOCD. طيب إمتى، أو حضرتك كنظرتك كطبيب، أنت إمتى أو إيه التصرف اللي تشوفه في الشخص فتبدأ تقول له على فكرة أنت عندك OCD؟ طيب ده السؤال ده يدخلنا في نقطة تاني إن يمكن نستطلع مع بعض أنواع أو أنماط، لأن الوسواس هو نوع واحد الوسواس القهري لكن له أنماط مختلفة. فخلينا نستطلع الأنماط، يمكن لما نستطلع الأنماط ونتكلم عنها يبان إيه اللي مقصود والناس تفهم ببساطة إيه اللي مقصود، عشان لو حد عنده حد بيعاني من مشكلة زي كده يقدر يساعده. ففي أنماط كتيرة متعددة للوساوس. احنا زي ما قلنا ان الفكره بتيجي بتسيطر على الواحد. فمثلا من ضمن الانماط مساله التفكير في القذاره والنظافه. فهتجد الشخص اللي عنده وسوسه زي كده يهتم جدا جدا، مثلا اذا جه يقفل الباب ممكن يمسك أكرة الباب بمنديل كلينكس، اذا نسي وما عملش كده يمكن يروح يحط كولونيا او بتاع حاجه زي كده. هتلاقيه لما يجي مثلا يغسل ايده، الشخص العادي بيدخل يغسل ايده مره او مرتين او 3، لكن ده ممكن يقعد يغسل ايده نص ساعه، ممكن يقعد يغسل ايده ساعه. لدرجه احنا بيجي لنا المرضى ايديهم يعني مهريه من كتر الغسيل، ايديهم خلاص باشت بيقولوا من كتر الغسيل، من كتر الميه، من كتر الصابون، ومش قادر يتوقف عن غسيل ايديه. بيقعد احيانا بنص ساعه. الشخص العادي بيغسل ايده دقيقتين، تكون نص ساعه ساعه. يعني يكون مثلا الناس هتتغدى، الناس تكون خلصت غدا وقايمه وهو لسه بيغسل ايده. ده نمط من الانماط. النمط الثاني مساله التناسق، ان يحب كل شيء يبقى مرتب، واذا ما كانش الشيء ده اللوحه، لو اللوحه دي معوجه شويه لا لازم تتعدل، لو السجاده دي لا لازم تتعدل، المكتب بتاعه يبقى كل حاجه منسقه بطريقه معينه. لو جه ولقي الشيء مش منسق بالطريقه دي ينزعج جدا جدا وما يقدرش يبدا يشتغل او يعمل الا اذا كان كل شيء منسق بالطريقه اللي هو مرتاح لها. النمط اللي بعد كده مثلا الافكار في الايذاء، ان احيانا تيجي مريضه تقول انا دايما تيجي لي فكره تسيطر على لسه هسأل حضرتك السؤال ده. هل الفرق الفكره امتى تتحول لتصرف؟ ما انا اقول لحضرتك يعني تيجي مريضه تقول مثلا ان انا دايما يجي لي فكره ان انا هخنق بنتي مثلا، ده طفله صغيره ان تجي لها الفكره انها هتخنق بنتها، ان عايزه تخنق بنتها، وتخاف جدا جدا لا تنفذ الفكره دي، وتحاول تطرد الفكره من دماغها، ترجع لها الفكره تاني، وتحاول تطردها ترجع لها الفكره تاني، يبقى مسيطر عليها الفكره انها ممكن تروح في وقت من الاوقات تخنق الطفل. فده الافكار اللي هي في الايذاء. التكرار احيانا يسيطر على الواحد انه يكرر كلمات معينه. التكرار احيانا يسيطر على الواحد انه يكرر ارقام او اسماء معينه قبل ما يعمل شيء. يعني مثلا يقول قبل ما يفتح الباب لازم يعد
من 1 ل5، فيعد 1 2 3 4 5 ويفتح الباب. لو ما عملش كده وفتح الباب يرجع يرد الباب تاني ويعد لغاية 5 ويفتح الباب. أحيانا تسيطر عليه فكرة إن مثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم 3 مرات أو 5 مرات أو 10 مرات، أرقام معينة علشان يرتاح لما يعمل الشيء ده. أحيانا تيجي له مثلا تيجي الشخص فكرة إن هو ماشي مثلا في الطرقة لازم يمشي على بلاطة ويسيب بلاطة، ولو لقي نفسه مش لغاية آخر الطرقة وما عملش كده ممكن يرجع تاني، أو هو طالع السلم لازم يطلع على سلمة ويسيب سلمة، ويبقى مرتبط ده بفكرة عنده في ذهنه إن إذا ما عملتش كده ممكن يكون أبويا هيجرى له حاجة أو ابني هيجرى له حاجة، يبقى مرتبط بفكرة تشاؤمية، فيبقى مضطر إنه يعمل كده وخايف إنه لو ما عملش كده لو أبوه جرى له حاجة يبدأ يحس بالذنب، ما أبويا جرى له كده أو ابني جرى له كده لأن أنا ما عملتش الطقوس اللي كان المفروض أعملها، ويبقى مسيطرة عليه. من برضو الأنماط التانية تجميع الأشياء. في ناس ما تقدرش تتخلص من الأشياء اللي عندها. يعني إيه؟ يعني تلاقيه مجمع مثلا كل علب السجاير اللي هتدخنها، مجمع كل علب البيبسي، مجمع مثلا أكياس فول سوداني كان بياكلها، مجمع 1000 2000 3000. يعني تدخل الأوضة بتاعته تلاقيها مليانة أشياء كتيرة جدا جدا ملهاش أي لازمة، مجمعها ومش قادر إنه يتخلص منها. ولو جه حد مثلا نظف الأوضة ورمى الحاجات دي ينهار كأنك أخدت أشياء غالية جدا من عنده. فده برضو من ضمن الأنماط. من ضمن الأنماط الأخرى الأفكار الجنسية، إن الواحد تجيله أفكار جنسية مؤذية تأذيه ويحاول إنه يتخلص من الفكرة دي ويلاقي الفكرة مسيطرة عليه، كأنه بيفكر إنه هو بيجامع أحد محارمه مثلا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتخض وينزعج إزاي الفكرة دي جات له. فتخيل لما تكون الفكرة بقى مسيطرة عليه وكل ما يحاول يتخلص منها ترجع له الفكرة تاني. فقد كده بتبقى حتى المريض نفسه أحيانا يستحي، يعني يتكسف يقول للدكتور، يقول له بتجيني فكرة مش عارف أقول إيه. يحاول الدكتور يسأله طب إيه، مش قادر أتكلم فيها من كتر ما هو مكسوف من الفكرة اللي بتجيله في ذهنه. الأنماط دي متعلقة بالعقيدة، إن الواحد يجيله أحيانا أفكار في الله وفي وجود الله ويلاقي نفسه مش قادر برضه يبطل تفكير في الفكرة، يحاول يطردها من دماغه ما يقدرش. تجيله أحيانا أفكار في سب الذات الإلهية، يبقى واحد متدين وإنسان عادي طبيعي كويس ويجيله فكرة إن هو بيسب الذات الإلهية، وبعد ما يعمل كده يتصل بالمشايخ ويسألهم هل أنا كفرت، هل أنا خرجت عن الدين، هل يقولوا لا أنت مريض، أنت هتعالج، أنت مريض. فيجد إن الفكرة دي مسيطرة عليه. عشان كده أنا بقول إن فعلا مريض الوسواس القهري بيعاني جدا جدا وبيتعذب جدا جدا من الأفكار اللي بتبقى مسيطرة عليه. يعني مش زي ما كنا بنقول في الأول إن فن، يعني إن أنا عندي OCD أو أنا OCD. لا، المسألة مش مضحكة أو مش ببساطة إن أنا عشان أنا إنسان منظم فأنا OCD، لا. طيب دكتورة شيرين، هل في علاقة ما بين الوسواس القهري والقلق والاكتئاب، 3 حاجات دول؟ في علاقة طبعا. هي الفكرة إنه طبيعة الشخص اللي عنده وسواس قهري بيبقى عايز يتخلص من القلق، لأنه هو الأفكار دي بتعمل له قلق وبتضغط عليه، فهو بيسلك السلوكيات دي عشان يقلل التوتر والقلق. طيب لو أنا ما يعني الموضوع بقى تقيل قوي، ببقى أنا طول الوقت عندي قلق، يعني ببقى خلاص أنا عندي اضطراب القلق. طيب لما أنا هفضل برضو ما اتعالجتش وما أخدتش أي خطوات، قد يتطور القلق إلى اكتئاب، لأنه أنا هبقى أنا مش مستريح، أنا مش مبسوط من أي حاجة، أنا طول الوقت قلقان، طول الوقت بسلك سلوكيات تقيلة عليا وتقيلة على الآخرين، فابتدي أبقى متضايق من نفسي، فخلاص أبقى مش عايز بقى أختلط بالناس، مش عايز حد يشوفني، يعني أنعزل شوية، فطبعا ده بيروح لدرجة من درجات الاكتئاب. طيب خليني أسأل، هل مريض الوسواس القهري بيكون عارف
إن هو بيفكر ودماغه بتروح لحاجات غير منطقية يعني دكتور شيرين طبعا؟ طبعا هو يعني في منهم بنسبة عندهم وعي، ودول اللي ساعات يحاولوا يحلوا الموضوع او يلجأوا للمتخصص، وفي ناس بيبقوا حاسين انه انا بعمل حاجة يعني غريبة بس عادي، يعني على حسب بقى طريقة، لانه غالبا بنسبة كبيرة الوسواس بينتج نتيجة اسباب كتير، منها تربية احد الوالدين بيبقى مصاب بالوسواس القهري، يعني الام او الاب بيبقى عندهم مثلا نظافه زياده، مثلا اول ما تدخل من بره اغسل ايدك، مثلا الولد عايز يحضنها، لا لا اغسل ايدك دلوقتي، لا لا ما تلمس حاجه، لا، من هم بيبي صغيرين. فيبتدي يبقى البناء المعرفي بتاع الولد او البنت دول انه لا انا مستحيل المس حاجه عشان انا كده يعني بعمل بقى كارثه. فاللي بيحصل ان هو يعني على المدى الطويل بقى بيبقى هو أسوأ من الأم والأب، يعني الشخص ده بس بيتربى في بيئة فيها المشكلة دي، يعني بيبقى مش وراثي جينيا بس، لا السلوكيات معدية. فالسلوكيات اللي بينشأ فيها يعني كتير من اللي بيجوا لنا العيادة مشكلتهم الأساسية إن الأب أو الأم هم عندهم أصلا وسواس وشايفين إنه ده حاجة عادية، أنا نظيف، يعني مش مسبب له مشكلة، بس هو سبب لابنه أو بنته مشكلة. خليني أسألك يا دكتور، بما إن مرحلة الأدوية دايما عندك، هل الوسواس القهري في أمل إنه مريض الوسواس القهري يتعالج تماما من الوسواس القهري، ولا ممكن يبقى علاجه إن هو يقدر يتكيف معاه في حياته بس؟ لا طبعا في أمل طبعا إنه يتعالج تماما ويتحسن تماما وتروح منه الوساوس تماما. طبعا حالات كتير جدا جدا بتروح منها الوساوس تماما، وإذا يعني تبقى شيء بسيط جدا جدا ممكن الإنسان يتكيف معاه، لكن بكم الوسواس اللي موجود وكم الوساوس اللي موجودة عند الواحد صعب إنه يعيش ويكمل حياته كده. على حسب الكم اللي عنده. لكن إذا قلنا إن جزء كبير جدا إذا ما كانش بيتشافى تماما 100%، فنقول إن مش أقل من 80-90% من الأعراض بتروح مع جلسات العلاج السلوكي، بيتشافى تماما تماما. أقل ما فيها حتى بيكون عنده قدرة على إن لو في أشياء متبقية بيقدر يتكيف معاها. والعلاج مهم جدا جدا طبعا، العلاج مهم. طيب دكتور شيرين، ال OCD حالة التكيف بقى، يعني احنا لو بنتكلم عن ازاي نرشد الشخص اللي قرر يتكيف مع الوضع. يعني انا ممكن اكون مريض OCD ومش عايزة اخد ادوية، عايزة اتكيف مع الوضع، اعمل ايه؟ يعني دايما بنقول لهم يحاولوا يبقى عندهم وعي وإدراك لأفكارهم، لأن الفكرة بتولد الشعور والشعور بيولد السلوك. فكل يعني أبقى ملاحظ نفسي وأقاوم الفكرة، لأن الفكرة بتبقى هي اسمه قهري، لأن الفكرة ملحة. يعني عارفة لما تبقى حاجة ما بتقفش بتزن في دماغك، فانت حاسة يعني هي فكرة جوه الدماغ، هو بس اللي سامعها. فاحنا دايما بنقول له ان انت ممكن نعمل تشتت للانتباه، انه يعني الانتباه دماغه فكرته هتتشتت. يعني أنا مثلا يروح يعمل اي حاجة، يقول اذكار، يبتدي يقول لنفسه ان انا دي فكرة يعني غير مبررة، وممكن اجرب ان انا مع يعني لو هي افكار احنا بنقاوم الافكار. طب لو هي سلوكيات، انه حد مثلا مرتب جدا منظم جدا، فبنقول له ايه، انت جرب نعكش الورق ونعكش واتفرج عليهم وشوف انه دايما في احسن سيناريو اوحش سيناريو. اوحش سيناريو ايه اللي هيحصل؟ اقول لنفسي يعني الفكره بيبقى الحديث الذاتي بتاع الشخص انه هو ايه اللي هيحصل. الوسواس بيبقى عباره عن سلوك مكرر، والسلوك لما بيتكرر بيدخل في العقل اللاواعي، فبيبقى عباره عن بعد شويه كانه عاده او كانه حاجه لازم اعملها. طيب هو انا عشان ابطلها لازم ايه؟ ابتدي اكسر هي بتبقى دايره مغلقه كده، فانا ببتدي اكسر حته حته عشان ابتدي اعمل سلوك مختلف واكرره عشان يروح في الذاكره القصيره وبعدين يروح في الذاكره البعيده.
لانه السلوكيات دي بتبقى راحت خلاص جوه كده بيلت ان، اللي هو من غير ما يعمل اي مجهود بيلاقي نفسه بيعمل نفس الحاجات بالظبط بنفس التفاصيل عادي من غير اي مجهود. فاحنا بندربهم ان اهم حاجه يبقى الشخص عنده دايما، بستخدم كلمه وعي وادراك لافكارك، لسلوكك، لمشاعرك. فلما انا ببقى عندي وعي بعرف اتحكم. طيب أنا حسيت من كلام حضراتكم إنه الشائع في مرضى الوسواس القهري هما اللي بيعانوا من حاجات ليها علاقة بالنظافة، صح كده؟ الأغلب الشائع. كتير. إيه الحالات النادرة في الوسواس القهري اللي ممكن تكون حضرتك قابلتها في مشوارك يعني؟ بغض النظر عن مسألة النظافة، رغم النظافة دي يمكن أنا أبقى أقول لك مثال تبين لك قد إيه مسألة النظافة دي برضو فيها عذاب يعني. مثلا من الحاجات الغريبة إن بعض الناس يجي، يعني كان في مريض يجي يشتكي يقول أنا راجل يعني متدين وبروح المسجد وخاف ربنا وطبيعي الناس لما بتيجي تكلم بعض بتبص في وش بعض وأنا بكلم، لكن يقول أنا لقيت نفسي فجأة وبدون سبب مش عارف ليه إن لما أجي أتكلم مع حد أبص على الأماكن الحساسة اللي في جسمه، على عورته يعني، وأحاول أبعد عيني عن كده ألاقي نفسي مش قادر، لدرجة إن الناس حواليا بدأت تلاحظ كده إن أنا ببص على كده، وأنا لا أنا شاذ جنسيا ولا حاجة ولا الأفكار دي بتيجي في دماغي، ومش قادر إن أنا، لدرجة إن في الآخر بطلت أنزل من البيت، قفلت على نفس البيت، لأن حسيت إن الناس بدأت تنظر لي نظرة مش مظبوطة، لأن فعلا تصرفي مش مظبوط وأنا مش قادر أقاوم الحكاية دي ومش عارف إيه اللي بيحصل معايا. ده وسواس، ده نوع من الوسواس. دي من أنواع من الأنواع دي من الأنواع النادرة في من القصة الأنواع شوية، أو مش شائعة. أحيانا برضو توصل الإكستريم عالي، يعني مثلا في بعض المرضى أو مريضة يعني يشتكي إنه خايف من النجاسة، متخوف من النجاسة، فإن إذا دخلت دورة المية ممكن يتصور المريض أي نقطة مية هتتطاير عليه هيتنجس، وبالتالي لو ملابسي تنجست يبقى لازم أغير اللبس كله بالكامل. فتعمل إيه المريضة؟ لما تدخل تشوفي مدى المعاناة، لما تدخل دورة المية تقول لازم أخلع ملابسي بالكامل عشان ما تجيش عليها نقطة مية، وعلقها على شماعة ورا الباب. ما تكتفيش بكده، تقول عشان أتأكد إن فعلا ملابسي مش عليا وهي شايفة إن ملابسها مش عليها أصورها بالجوال، وبعدين برضو عشان تتأكد إن فعلا ملابسها تكتب على كل صورة التاريخ بالفرنجي وبالعربي 24 أبريل كذا الموافق مش عارف كذا يوم الاثنين، تكتبهم على كل صورة. بعد كده تقدر تدخل التواليت. إذا ما عملتش كل هذا السيناريو ما تقدرش تدخل التواليت. فتخيلي مدى العذاب اللي هي فيه يعني. فبالتالي هي طبعا بتتجنب انها تدخل الحمام، عشان تدخل الحمام فتتجنب انها تشرب اي سوائل، وتتجنب انها تاكل، فتبدا تفقد وزنها، تبدا يجيلها جفاف وتدخل في مضاعفات اخرى. لان كل ده تجنبا انها تعمل، لان المساله دي بتاخد منها وقت عشان تعمل كل ده وتصور و بعض المرضى الوسواس اللي هو عايز يتاكد مثلا، احيانا المريض يقول ان انا من الساعه مثلا 10 بالليل مريت على الشبابيك اقفلها. يمر كم مره عشان نقدر نفرق بين الشخص العادي والوسواس. احيانا يقعد يمر على الشبابيك لغايه لما الصبح يطلع، يعني يقول انا عديت مثلا 170 مره امر على الشبابيك، لدرجه يجي في الاخر علشان يتاكد يجيب مسامير ويمسمر الشبابيك، وبعد ما يمسمر الشبابيك يشد الشباك يقول اهو مقفول اهو، عشان يتاكد ان الشباك اتقفل. يعني ده إرهاق شديد الحقيقة، إرهاق يعني شديد جدا 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 جدا، ومعاناة شديدة جدا جدا.
طيب طبعا دكتور أحمد ودكتورة شيرين، احنا دايما بنستمتع بكلامكم والحقيقة دايما كلامكم مبسط وسهل. الناس اللي زي حالتي على قدهم بيفهموه أكيد يعني. بس خليني دايما احنا مثبتين في بودكاست كالما توكس نصايح علشان ما نبقاش بس بنستعرض الأزمات أو بنستعرض الأمور أو النظريات اللي ممكن يعني حد مطلع يروح يقراها. لا، احنا عايزين كمان طول الوقت الناس اللي متابعينا في بودكاست كالما توكس تبقى عارفة إن احنا هنديهم نصيحة ذهبية. فدكتور أحمد يقول لنا نصيحة لمريض الوسواس القهري بناء على كل الحالات اللي قابلتها في حياتك يعني. في الحقيقة أنا مش عايز أدي نصيحة لمريض الوسواس القهري، أنا عايز يعني أديله نصيحة مش علشانه هو، علشان أبنائه. يعني يا ريت إن لما يكون واحد عنده وسواس قهري ما يورثش ده لأبنائه، يعني يحس قد إيه هو بيعاني، ويفكر في أبنائه إن هو لو قعد يضغط عليهم واعمل كذا ما تعملش كذا زي ما هو عايز، هيورثهم مش وراثة جينية، هيورثهم بالسلوك وبالتصرفات، هيورثهم الوساوس دي، الوسوسة دي. ف فأنا بوجه الكلام يعني عشان ما ورثهمش أكيد لازم يتعالج، صح كده؟ تمام. يعني بوجه الكلام ده له إنه يحاول بقدر المستطاع إنه الأشياء اللي هو بيعاني منها سواء كانت في النظافة أو غير النظافة ما يقعدش يتك ويضغط على أولاده وبالذات وهم صغيرين، لأن ده هيكبر معاهم، وإذا بدأ معاهم في الصغر قد كده كل ما يكبروا هيزيد هيزيد هيزيد. يمكن هو كبر الشخص وتأقلم مع الوضع أو أخذ علاجات وتحسن، لكن هيبدأ دايرة تاني بعد كده، الأولاد هيبدأوا يدخلوا في نفس الدايرة اللي هو كان فيها. فهو عشان يوقف الدايرة دي وما تمتدش لأولاده وأحفاده إنه يمسك نفسه وما يقعدش يضغط على أولاده أو كده إن هم يسلكوا أو يتصرفوا نفس التصرفات اللي هو بيعملها. دكتورة شيرين شوقي، نصيحة بقى من حضرتك لمريض الوسواس القهري. يعني خلينا نقول نصيحة قصيرة المدى وبعيدة المدى. طبعا انا مع دكتور احمد 1,000,000% انه الاهل هم يعني لازم ننصحهم هم الاول انه الولد او البنت بنضرب سلوكهم في 10. فهم قد يكونوا مش حاسين ان عندهم مشكله، احنا نضاف، بس احنا نضاف، احنا بيكي، احنا عادي، لكن احنا ممكن نكون وده مش عامل لنا مشكله واحنا مبسوطين من نفسنا كده. لكن المشكله انه انت بقى بتضرب ده في عشرات واضعاف اضعاف، كل ما بتعدي سنه كل ما الحاله بتتفاقم. وعايزه اقول لهم انه مش هيحصل حاجه على فكره لو يعني هم كمان يبتدوا يشوفوا سيناريو اخر. الولد او البنت دخلت من المدرسه ما غسلتش ايديها، مش هيحصل حاجه. يعني في ناس ياما ناس في اللي هم في الارياف وفي القرى صحتهم حلوه جدا وبيلعبوا في الطينه وفي الحاجات كنا بنتكلم انه وقت كورونا كانوا معظم الناس اللي ما بيخرجوش من البيوت، طبعا يعني عشان بس ما يتمش تفسير كلامنا على انه يلا نهمل، لا بس خالص، احنا مع النظافه والسلوكيات بس المعتدله، لكن مش اللي هو يعني ان احنا تبقى حاجه كده اللي هي كاننا داخلين حرب يعني. فدي طبعا حاجه مهمه قوي، وانا طبعا الاهل دي حاجه مهمه. بقول للشخص بقى اللي بيعاني انه الفكره الوسواسيه دي هي فكره جوه يعني من الشيطان. والشيطان ده الوسواس الخناس اللي هو مش دايما يخلينا نعمل حاجات غلط، لكن ممكن يضايقنا. يعني مش لازم على فكرة أفضل أعمل حاجات حرام، بس أنا ممكن يخليني أنا عايشة في حالة مزرية، في كرب، في إن أنا دايما ليه؟ لأنه أنا حتة لو أنا بصلي يمكن أبطل أصلي، لو أنا بقى عندي وسواس في النظافة قوي في الوضوء أنا صليت كام ركعة هبطل أتوضى بعد شوية، أو ممكن أتوضى طول اليوم فصلي مرة. فانا ابتدي اقول لنفسي ان انا كده لا، يعني اتغلب على ده وابقى فاهم انه ده حديث النفس. يعني هو نفس الكلمه، الادراك والوعي بافكاري، وان انا احاول اوقفها وابتدي اعمل سلوكيات مختلفه واكررها، وان شاء الله ربنا يشفي الناس كلها ويحميهم.
يعني أنا أقدر أقول الاعتدال. يعني بالظبط. حضرتك بتطالبي أو بتنصحي بالاعتدال، بالظبط. وحضرتك بتطالب إنه سرعة التوجه للعلاج علشان ما طبعاً. يبقاش فيه توريث لهذا الأمر، صح كده؟ بالظبط. طبعا بعد ما تبعتوا لنا كل تعليقاتكم على البوستس على كل منصات كالما توكس في المنصات العديدة، تيك توك، فيسبوك، انستجرام، عايزين بقى نطرح سؤال الحلقة، وزي ما عودناكم كل حلقة بنطرح سؤال. قولوا لنا لو انت اتأكدت انك مريض وسواس قهري هتعمل ايه بعد ما سمعت آراء الدكاترة؟ أنا كنت معاكم نورهان طمان، ودي 3 حلقة من كالما توكس، وبودكاست بيكلمكم عن كل حاجة تخص صحتكم النفسية. مبسوطة دايما إن بمتابعتكم، وخليكم معانا وكل منصاتنا تحت أمركم.